الانزلاق الغضروفي، ألم أسفل الظهر، الألم اللي بيوصل لغاية المؤخرة وبينزل على الرجل. العصب الوركي، ده أهم تمرين لعمودك الفقري، وأنا أقدر أراهن إن التمرين ده هيساعدك، لأن أول حاجة عمودك الفقري هيفضل ثابت طول الوقت. ده تمرين آمن ومفيش فيه خطر إنه يضغط أو يجهد العمود الفقري. وتاني حاجة، في 20 سنة كأخصائي علاج طبيعي و10 سنين هنا على الإنترنت، أكتر حاجة شفتها بتجيب راحة لأسفل الظهر عند مرضاي كانت فك الورك. يا سلام يا راجل. التمرين ده هو مزيج من تقنيتين، هنبدأ من بره لجوه، لأن مش منطقي إني أحاول أفك الجزء الداخلي لو الجزء الخارجي كله ماسك. وثلاث عضلات كبار في الحوض هما اللي بيتراكم فيهم التوتر وبيحصل فيهم تشنج، وهما العضلات اللي موجودة بين مستوى الحزام والحوض: تنسور، الفاشيا لاتا، الجلوتيوس ميديوس والجلوتيوس ماكسيموس. أظن لو غيرت هدومي هيكون أوضح للرؤية، لأني بقيت شكلي مبهدل. أهم حاجة إنك تفهم هنا بين مستوى عظمة الحوض ومستوى الحزام والورك عندنا تنسور. الفاشيا لاتا قدام، العضلة اللي غالبا بتسبب مشاكل للركبة. الجلوتيوس ميديوس في النص، والجلوتيوس ماكسيموس هنا ورا. في المنطقة دي بين الحزام والورك هندور على أكتر نقطة مؤلمة، أكتر نقطة بتوجع، باستخدام بطن إبهامك. امشي بالراحة بهدوء. ممكن تلاقي نقطة وتقول لقيتها هنا. ممكن تلاقي نقطة بتوجع قوي في المكان نفسه، أو نقطة بتسبب وجع بيمتد للركبة أو للعمود الفقري. المهم إنك تلاقي أكتر نقطة بتوجع. اضغط ضغط خفيف عشان ما تسببش وما تحسش بوجع شديد. هنفضل ثابتين 30 ثانية. هتحس إن العضلة بتسترخي تحت صباعك، والنقطة دي من التوتر بتدوب، والوجع بيقل وما بقاش بينتشر. بعد 30 ثانية هنبدأ نحرك ببطء يمين وشمال. شوية شوية هتحس إن العضلة بتصحى وبتنقبض تحت صباعك من غير وجع. نصيحة: التمرين ده تقدر تعمله على الناحيتين في نفس الوقت. بعد الدقيقة دي 30 ثانية ثابت و30 ثانية بتحرك. سيب العضلة وشوف إيه اللي اتغير في وركك. ولو لقيت إن أسفل ظهرك بقى فيه وجع أقل أو بقى أخف، يبقى أنت عرفت إن وجعك ليه سبب ميكانيكي، ولسه مكتشف طريقة تخفف بيها الوجع ده. وأي حد عايز يتحسن أكتر ليك حق في برنامج تمارين لمدة أسبوعين تعمله في بيتك وبتتابع فيديو كل يوم. في برنامج كولونا ليفي احنا بنحسن الأربع أعمدة لعمود فقري صحي، بنحسن نقاط التوتر العضلي، وبنساعد نفك الضغط عن المفاصل، وبننشط العضلات الصح اللي بتدعم وبتحمي العمود الفقري، وكمان بنحسن أجزاء تانية في الجسم بتأثر على توازن العمود الفقري كله. الرابط لبرنامج كولونا ليفي موجود تحت في الوصف لأي حد حابب يعرف أكتر أو يبدأ البرنامج دلوقتي. هاي، ده كويس جدا. بعد ما نخفف التوتر العضلي من بره بيبقى أسهل بكتير نفك المفصل ونحسن الحركة. ففي الجزء الثاني من التمرين هتقعد ورجلك متقاطعة، الرجل اللي عايز تحسنها فوق، وهنعمل 3 مرات شد وبعدين ريح والركبة تحت، و3 مرات شد وبعدين ريح والركبة فوق. بص كده، ريح وسيب ركبتك تقع على الأرض، وحط إيدك على الركبة واضغط عليها خفيف، وحاول ترفع الركبة لفوق للسقف وإيدك تمنعها كده. قوة بسيطة، ثبتها شوية ثواني وبعدين ريح. خد بالك، الركبة هي اللي بترخي، الإيد مش بتدفع. هتكرر ده 3 مرات، 3 مرات قوة وبعدين ريح، وركز كويس في الاسترخاء. بعد كده امسك الركبة من تحت وارفع الركبة لحد ما تحسش بألم، والمرة دي القوة هتكون إنك بتدفع الركبة لتحت على الأرض والإيد مش هتسمح لها. بص، ادفع واثبت كده شوية ثواني وبعدين ريح. كرر ده كمان 3 مرات، وده يتعمل كام مرة في اليوم. لو ظهرك بقى أريح بكتير وخفيف أكتر، هتكرر التمرين ده مرة واحدة في اليوم لكل ناحية عشان تحافظ على حركة مفصل الورك. ولو حسيت براحة كبيرة قوي في أسفل ظهرك، ممكن تستخدم التمرين ده عشان تخفف الألم في أي وقت تحتاج فيه. ولو حسيت بألم وانت بتتقلب في السرير، في الفيديو ده أنا هوريك إزاي تحل المشكلة دي من غير ما تفقد النوم. كل اللي عليك تضغط هنا على الشاشة. افتكر تشارك الفيديو ده مع أي حد ماشي بيتمايل على جنب، واحد بس. أنا هكتفي بكده دلوقتي. حضن كبير وأشوفكم في المرة الجاية.
لو حد بعتلك الفيديو ده يبقى هما بيراقبوكي. يا مدام، يا مدام،